رجالتنا ابطال البيولوجي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ابطال ومقاتلين تالتة اعدادي. جه ميعادنا النهارده يا ابطال مع حل اسئله الدرس التاني. يلا بينا نفرم كل سؤال ونشوف الاسئله دي بتتكلم عن ايه. يلا بينا. جاهز؟ اوعى تكون مش جاهز، واوعى تكون محلتهمش انت الاول. تعالى يلا نشوف هنحلهم ازاي. يلا بينا. اول اسئله كتاب المدرسه بيقول لي ايه؟ بيقول لي اختار الاجابه الصحيحه. العجله هي ايه؟ احنا اتفقنا العجله هي السرعه على الزمن. السرعه على الزمن يقول له التغير في السرعه خلال الزمن، صح كده؟ طيب تغير في المسافه؟ لا يا مستر دي كانت سرعه. تغير في السرعه، ايوه هي دي. معدل تغير المسافه؟ لا ما كانتش مسافه. طيب تمام. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي تكون الحركة بعجلة منتظمة امتى؟ امتى اقول ان الحركة دي بعجلة منتظمة؟ اذا تغيرت سرعة الجسم بمقادير متساوية في ازمنة متساوية، ولا اذا تغيرت المسافة التي يقطعها الجسم بمقادير متساوية في ازمنة متساوية، ولا اذا تساوت السرعة المتوسطة مع السرعة المنتظمة؟ يا مستر امتى؟ اذا تغيرت السرعة بمقادير متساوية. اذا تغيرت السرعة بمقادير متساوية اطلق عليها ان دي ايه؟ ان دي عجلة منتظمة. طيب تمام. يجي يقول لي اي العلاقات البيانية التالية تمثل حركة الجسم بسرعة ثابتة؟ ان الجسم ماشي بسرعة ثابتة. طيب اشوف هو مديني ايه الاول. مديني مسافة وزمن، مديني مسافة وزمن، مديني مسافة وزمن. طيب عشان اقول ان السرعة دي ثابتة، عشان اقول ان السرعة ثابتة يبقى ايه اللي بيحصل؟ كل ما المسافة تزيد الزمن يزيد، علشان خارج جسمتهم يكون ايه؟ يكون ثابت، يكون السرعة ثابتة، تكون السرعة ثابتة. يبقى اقول ايه؟ ان ب هي الاجابة الصح. ب هي الاجابة الصح. طيب خش على اللي بعده. بيقول لي اذا تحرك الجسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته 10 متر كل ثانية بعد 2 ثانية من بداية حركته، فإن التغير في سرعة الجسم خلال 2 ثانية قد إيه؟ تغير في السرعة خلال 2 ثانية هو قد ايه؟ هو 10 متر. لا ثانية واحدة. هو بيقول لي ايه؟ ثانية. بيقول لي اذا تحرك جسم من السكون، التغير بقى في السرعة خلال 2 ثانية دول هو هيبقى 10 متر، لان اقول 10 ناقص صفر بتساوي 10 متر. طيب العجلة بقى بتساوي ايه؟ العجلة هقول كده ان عين بتساوي ايه؟ سوري ايه الجيم. جيم بتساوي ايه؟ جيم بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على ايه؟ على زين، صح كده؟ طيب عين 2 بتساوي كام؟ تساوي 10. طيب عين 1 بالسكون بصفر، صح كده؟ طيب على كام يا مستر؟ ها على كام؟ على الزين 2 ثانية. على الزين 2 ثانية بتطلع العجلة بتاعتي ب5 متر لكل ثانية تربيع. العجلة تطلع بكام؟ ب5 متر لكل ثانية تربيع. طيب اللي بعده بيقول لي جدول مقابل بيوضح نتائج تم تسجيلها لحركة جسم، ومنه بيتضح ان هذا الجسم بيتحرك ايه؟ بيتحرك بعجلة سالبة ولا بعجلة منتظمة ولا بسرعة منتظمة؟ طيب انا عندي، تعال نمسح كده عشان نعرف نشتغل. انا عندي ايه؟ عندي مسافة 10 متر قطع خلال 1 ثانية، 20 متر 2 ثانية، 30 متر 3 ثانية. لو جيت جبت خارج القسمة بتاعته عشان تجيب السرعة تطلع لي بكام؟ ب10. 20 على الاتنين فيها ال10، 30 على التلاتة فيها ال10. يبقى ده بيتحرك بايه؟ بيتحرك بسرعة ثابتة، بيتحرك بسرعة ثابتة. طيب بسرعة ثابتة دي يا مستر يبقى ايه؟ يبقى بيقطع او بيتحرك بعجلة سالبة؟ لا مش سالبة. بعجلة منتظمة؟ برضو مش منتظمة. بسرعة منتظمة؟ يا مستر بسرعة منتظمة. بسرعة ايه؟ منتظمة. طيب تمام. نخش على بنك اسئلة كتاب الامتحان ذات نفسه. يلا بينا. يلا بينا. بيقول لي يكتب المصطلح العلمي. طيب الحركة اللي بتتغير فيها سرعة الجسم متحرك بمرور الزمن. الحركة اللي بتتغير فيها سرعة الجسم بمرور الزمن دي ايه؟ دي الحركة المعجلة. الحركة المعجلة. طيب تمام. مقدار تغير السرعة، سرعة الجسم في الثانية دي العجلة. دي الايه؟ دي العجلة. ناتج اسم التغير في السرعة في سرعة السيارة دلتا ان على فترة زمنية دلتا زين دي ايه؟ دي العجلة. تغير سرعة الجسم بالزيادة أو النقصان بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. تغير سرعة الجسم دي إيه؟ العجلة المنتظمة. العجلة المنتظمة.
العجلة بيتحرك فيها الجسم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. بتزداد سرعته يبقى دي ايه؟ عجلة منتظمة موجبة. طيب تناقص سرعة الجسم المتحرك بمعدل ثابت إلى أن يتوقف، دي ايه؟ عجلة سالب. عجلة منتظمة سالب. العجلة اللي يتحرك فيها الجسم عندما تكون سرعته النهائية أقل من سرعته الابتدائية. السرعة النهائية أقل من الابتدائية يبقى دي عجلة منتظمة سالب. عجلة منتظمة سالبة. ليه؟ لأن هقول عين 2 ناقص عين 1 هتطلع لي بالسالب، فدي كده تبقى عجلة سالبة. طيب تمام. نيجي نخش على بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيستخدم علماء الفيزياء الوسائل الرياضية مثل ايه؟ مثل العلاقات البيانية والتمثيل البياني. ليه؟ للتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية المختلفة حتى يسهل دراستها بالنسبة لي. طيب تمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة في العلاقات البيانية مسافة وزمن بخط ايه؟ مسافة وزمن. السرعة المنتظمة تطلع ايه؟ خط مستقيم مايل يمر بنقطة الأصل. خط مستقيم مايل بيمر بنقطة الأصل. طيب من الشكل البياني المقابل مقدار المسافة اللي بيقطعها الجسم المتحرك بعد 3 ثواني. بعد 3 ثواني اجي اقف عند 3 ثواني واطلع الاقي ايه؟ مشي بسرعة 2 متر كل ثانية. وعايز ايه بقى؟ عايز المسافة. طيب واحدة يقوم جاي حاطط الاتنين هنا وهي صح ويمشي. بص ركز هو عايز ايه؟ هو بيقول لي عايز المسافة. طيب مين بتساوي ايه؟ بتساوي عين في زين، صح كده؟ عين في زين. طيب عين باتنين زين بتلاتة يبقى الفي بتطلع بكام؟ بستة متر. طيب تمام. يجي بعد كده بيقول لي معدل الزمن للتغير في المسافة هو ايه؟ معدل زمني ثانية واحدة للتغير في المسافة هو السرعة. طيب بينما المعدل الزمني للتغير في السرعة هو ايه؟ هو العجلة. شفت الفرق في ايه؟ الفرق في كلمة. قال لي مسافة تبقى سرعة، قال لي مسافة تبقى سرعة، قال لي سرعة تبقى عجلة، قال لي مسافة تبقى سرعة، قال لي سرعة تبقى عجلة. طيب تمام. عندما تقدر مسافة بالمتر والزمن بالثانية بتكون وحدة قياس السرعة ايه؟ متر لكل ثانية. وحدة قياس العجلة متر لكل ثانية تربيع. متر لكل ثانية تربيع. طيب عندما يبدأ جسم حركته من السكون فإن سرعته الابتدائية، هو بدأ يا مستر من السكون فسرعته الابتدائية تساوي صفر، وتتحرك بعجلة منتظمة ايه؟ عجلة منتظمة موجبة. طيب تمام. نيجي بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندما يتحرك جسم بعجلة منتظمة موجبة، الجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة بتكون سرعته ايه؟ اكبر من سرعته ايه؟ عجلة منتظمة موجبة يا مستر يبقى لازم عين 2 اكبر من عين 1. يبقى له كده السرعة النهائية عين 2 اكبر من عين ايه؟ من عين 1. طيب اقول له اكتب هنا النهائية واكتب هنا الابتدائية. ماشي. عندما يتحرك الجسم بسرعة نقط تكون نقط مساوية للصفر. عندما يتحرك الجسم بسرعة ايه؟ بتكون ايه هي اللي بتساوي الصفر؟ اقول لك انا يا مستر عندما يتحرك بسرعة ثابتة او منتظمة بسرعة منتظمة بتكون العجلة بتساوي صفر. طيب تحركت سيارة بسرعة منتظمة مقدارها 12 متر كل ثانية لمدة 3 ثواني، يكون مقدار العجلة حركتها خلال هذه الفترة قد ايه؟ اقول له كده ان ج بتساوي ايه؟ بتساوي عين على زين. هو اتحرك بسرعة منتظمة، قال لي ايه؟ بسرعة منتظمة. طيب يبقى عين 2 ناقص عين 1 على زين. طيب عين 2 بكام يا مستر؟ عين 2 ب12 وعين 1 ب12. يبقى له 12 ناقص 12 على 3 تطلع لي بصفر. تطلع لي ايه؟ بصفر. طيب الشكل البياني المقابل بيوضح العلاقة بين سرعة الجسم والزمن، ويتضح منه ان الجسم بيتحرك عجلة مقدارها نقط ونوعها ايه. طيب انا يا مستر بص في الشكل اللي عندي ايه؟ عندي كان بادئ السرعة من 30 قلت. يبقى دي سرعة ايه؟ يبقى دي سرعة نوعها سرعة عجلة نوعها تناقصية. طيب عايز بقى مقدارها هاخد اي نقطة. هاخد كده اول نقطة دي هنا اهو. لما كانت 5 كانت السرعة 20. طيب اقول له كده ان 20 تمام. اقول له ان النهائية ب20 ناقص صفر اللي هي الابتدائية على 5 تطلع لي ب4.
ب4. طيب تمام تمام. نخش على اللي بعده. بيقول لي اختار العلاقة البيانية نقط بالنقط والزمن للحركة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم بيوازي محور الزمن. بيوازي محور الزمن، يبقى العلاقة بين السرعة والزمن. العلاقة بين السرعة والزمن. ماشي. الشكل البياني نقط بيمثل جسم في حالة سكون. جسم في حالة سكون يبقى ايه؟ إيه هو؟ لا ثانية واحدة يا مستر، انت بتقول ايه؟ جسم في حالة سكون. في حالة سكون يبقى هو ده. ليه؟ لأن في الزمن 5 هو كان ماشي 10 متر، في الزمن 10 كان ماشي 10 متر كمان، فثابت ايه؟ في حالة سكون، ما بيتحركش، ما بيقطعش مسافة جديدة. تمام؟ تمام. وحدة قياس العجلة قلنا إن هي متر لكل ثانية تربيع. متر لكل ثانية تربيع. طب أنا ما عنديش مستر متر لكل ثانية تربيع دي. طب تعالى كده بص 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 بص. هو عامل لي إيه؟ عامل لي متر في ثانية أس سالب 2. متر في ثانية أس سالب 2. طب أنا لو قمت عملت اسمه إيه اللي هيحصل؟ هطير السالب ده، صح كده؟ يبقى هي الدال هي الإجابة الصح. دال هي الإجابة الصح. طيب عندما تكون السرعة الابتدائية للجسم تساوي صفر، يعني عين واحد بتساوي صفر، فهذا يعني ان الجسم يتحرك بايه؟ بيتحرك بعجلة موجبة. او ايه تاني؟ او بدأ حركته من السكون، صح كده؟ يا مستر. طيب عندما يتحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة فإن سرعته النهائية تتعين من العلاقة ايه؟ جسم من السكون يبقى سرعته السرعة النهائية عين 2. تعالى كده ثانية واحدة. عين ج بتساوي ايه؟ عين على زين. طيب انا عايز عين هتساوي ايه؟ هتساوي ج في زين. ج في زين. طيب تمام. سهلة اهي، سهلة اهي. بيقول لي الجدول المقابل بيوضح حركة جسم نقط. الجدول اللي قدامي ده طيب كان السرعة والزمن الاتنين بصفر، بعد كده السرعة بقت باتنين، الزمن بقى بواحد. 4 2 6 3 8 4. طيب يبقى الجسم ده بيتحرك بعجلة منتظمة. بيتحرك بعجلة منتظمة. بيتحرك بعجلة ايه؟ منتظمة. بسرعة غير منتظمة؟ لا ازاي ده بسرعة منتظمة كمان. طيب يبقى يقول لي ايه؟ عندما يتحرك سيارة في خط مستقيم وتتغير سرعتها من 4 متر كل ثانية إلى 8 متر كل ثانية خلال زمن قدره 2 ثانية فإنها تتحرك بعجلة ايه؟ مقدارها ايه؟ طيب أنا دلوقتي عندي عين الابتدائية عين واحد ب4 وعين 2 ب8، صح كده؟ يبقى أقول له كده 8 ناقص 4 عين 2 ناقص عين 1 على 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 2 متر كل ثانية تربيع. 2 متر كل ثانية تربيع. بس سالبة يا مستر ولا موجبة؟ لا موجبة. موجبة ومقدارها 2. عجلة موجبة ومقدارها 2. تمام. تحرك قطار بسرعة 40 متر كل ثانية وعندما استخدم السائق الفرامل. يعني ايه بقى استخدم الفرامل؟ يعني عين 2 هي اللي بصفر. عين 2 هي اللي بصفر، يبقى دي هتصبح عجلة منتظمة سالبة. برافو عليك. طيب اكتسب القطار عجلة منتظمة اهو سالبة، هو قالها لي مقدارها 8 متر كل ثانية تربيع، فإن الزمن اللازم لتوقف القطار منذ بداية استخدام الفرامل. عايز ايه الوقت اللي هستخدمه عشان القطر يقف خالص؟ طيب هقول له ايه؟ هقول له ان الجيم بتساوي عين على زين، صح كده؟ طيب انا عايز الزين دلوقتي، يبقى اقول له ايه؟ يبقى اقول له كده ان الزين بتساوي عين على جيم. عين على جيم. طيب عين الابتدائية بتساوي 40 ناقص صفر على جيم اللي هي بكام؟ ب8. طيب اقول له كده صفر ناقص 40 على 8 بتساوي 5 ثانية. بتساوي 5 ثانية. بتساوي 5 ثانية. تمام. تمام. يبقى استخدم 5 ثانية عشان اوقف القطر النهائي. طيب تمام. تمام. نيجي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي أي العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بعجلة مقدارها صفر. بتمثل حركة جسم بعجلة مقدارها صفر. عجلة مقدارها صفر يا مستر يعني ايه؟ يعني يتحرك بسرعة منتظمة. بيتحرك بسرعة منتظمة. فين اللي بيتحرك بسرعة منتظمة عندي؟ هي دي اللي بيتحرك بسرعة منتظمة. طيب بسرعة منتظمة يعني العين ثابتة. عين 2 زي عين 1 هتطلع بيه صفر. طيب تمام. الشكل البياني المقابل ماله بقى؟ عايز
الشكل ايه بيمثل حركة جسم بعجلة منتظمة موجبة. عجلة منتظمة موجبة. طيب يبقى العلاقة بين السرعة والزمن، يبقى العلاقة ايه خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ب هي دي العجلة المنتظمة موجبة. طيب عجلة منتظمة سالبة هنقول ألف. عجلة منتظمة سالبة نقول ألف لأنها تناقصية، لأنها ايه تناقصية. طيب الشكل دوت بيمثل سيارة استخدم قائدها الفرامل حتى تتوقف. بص بقى الصايع هو ما جابلكش قالك عجلة منتظمة سالبة، بس جابها لك بصيغة تانية قالك ايه استخدم سائقها الفرامل حتى تتوقف، يبقى هي دي السالبة، يبقى هي دي ألف. طيب الشكل دوت بيمثل حركة جسم بسرعة ثابتة. حركة جسم بسرعة ثابتة. سرعة ثابتة يبقى مسافة والزمن السرعة والزمن ايه السرعة هي ثابتة. طيب تمام يبقى ج. طيب بيقول لي اي العلاقات البيانيه التاليه تعبر عن حاله جسم بيتحرك بعجله. لازم عشان اقول ان الجسم ده بيتحرك بعجله يبقى بيتحرك بسرعه، يبقى ليه سرعه صح كده. طيب هنا السرعه منتظمه يبقى مش هيبقى ليه عجله، هنا السرعه ثابته برضو مش هيبقى ليه عجله، لكن هنا هتطلع السرعه غير منتظمه، وهي اثناء الحركه السرعه غير منتظمه بتظهر العجله، لانه الجسم ده بحركه معجله بحركه ايه معجله. طيب تمام. بيقول لي في الشكل البياني المقابل تكون سرعة الجسم نقط متر كل ثانية بعد مرور 20 ثانية. اجي هنا كده على 20 واطلع اطلع 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 وعايز ايه عايز السرعة صح كده. طيب اهي بص هنا يا مستر كام نقطة الالتقاء عند 40 بس كده. ده كده السؤال يا مستر، هي دي بالسهولة دي؟ هو ده السؤال وهي السهولة دي. طيب نيجي على اللي بعده. بيقول لي ايه من الشكل البياني المقابل يكون الجسم ساكن فين؟ هو مديني سرعة ومديني زمن صح كده. الجسم هيكون ساكن فين؟ بص هنا كده في حركة، لا هنا بص اهو بص اهو. يبقى في الفترة بين في و دبليو، في الفترة بين في و دبليو كان الجسم ساكن سرعته ثابتة ثابت. طيب نيجي على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل البياني المقابل تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة خلال نقط ثانية. طيب ثانية واحدة بقى يا مستر، أنا عندي السيارة أو العجلة المنتظمة الموجبة إمتى؟ لما تكون عين 2 ناقص عين 1 على زين. طيب اجي اقول له ايه دي كده يا مستر تناقصية، دي كده وش تناقصية، يبقى الفترة دي كده تناقصية، يبقى عندي فترة بي وسي هي دي اللي ايه هي دي اللي ماشيه بعجله منتظمه موجبه. طيب عايز بقى الزمن بتاع قد ايه؟ هقوم طارح بص كده هطرح من النقطه دي من النقطه دي. طيب انا عندي 30 ناقص كام ناقص 15 تساوي 15 ثانيه، يبقى خلال الزمن 15 ثانيه. جبتها ازاي؟ اقول لك انا تاني جبتها ازاي. انا يا مستر عارف بالنظر ان العجله المنتظمه الموجبه لازم يكون خط طالع صح كده. طيب يبقى ايه؟ يبقى الفتره دي لا والفتره دي لا والفتره دي تناقصيه. طيب يبقى انا عندي الفتره اللي في النص دي صح. هو بدأ منين؟ بدأ من هنا اهو، هنا 10 نقط 20 في النص دي اكيد 15، ونزلت هنا برضو لقيت 30، قمت عملت 30 ناقص 15 طلعت لي 15. طيب تمام. نيجي بعد كده السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي يبدأ السائق في الضغط على الفرامل عند النقطة انهي؟ بدأ يضغط على الفرامل عند النقطة دي هو بدأ يضغط يا مستر على الفرامل حتى توقفت نهائيا عند ايه. طيب تمام. نخش بعد كده. بيقول لي الشكل البياني نقط يمثل حركة جسم بسرعة منتظمة لفترة زمنية ثم حركته بعجلة منتظمة موجبة. طيب هو عايز ايه؟ واحدة واحدة. هو اتحرك بسرعة منتظمة لفترة. طيب السرعة المنتظمة يبقى هي دي، وبعجلة موجبة يبقى هي دي، يبقى فعلا هي دي الإجابة الصح. طيب يجي بعد كده بيقول لي أسئلة مستويات عليا. يا مستر أسئلة مستويات عليا صعبة معرفش أحلها. خد يا بنت تعالي كده. بصوا هتلاقوا الأسئلة سهلة جدا، هتلاقوا المستويات العليا أسهل من الأسئلة العادية أصلا. تعالى نشوف. بيقول لي الشكل البياني المقابل يعبر عن حركة دراجة حدث ثقب في إطارها استغرق إصلاحها نقط دقيقة. استغرق يا مستر قد إيه؟ بص أنا لو جيت هنا لقيته بص ماشي أهو وجيت لقيته إيه؟ وقف صح؟ وبعد كده مشي تاني، يبقى الوقفة دي هي دي الفترة اللي صلح فيها الكاوتش. استغرقت قد إيه؟ هنزل كده بالخط، انزل كده أهو وانزل كده أهو
اقول له 80 ناقص 40 بتساوي كام؟ بتساوي 40 دقيقة، بتساوي 40 دقيقة. طيب في الشكل البياني المقابل تكون سرعة سيد نقط سرعة علاء بعد 2.5 ثانية. سيد وعلاء بعد 2.5 ثانية. 2.5 ثانية. سرعة سيد كانت 2 وسرعة علاء كانت 1، يبقى سيد ضعف علاء. سيد ضعف علاء. شفت الأسئلة المستويات العليا؟ شفت كمان انت أسئلة المستويات العليا؟ هي دي الأسئلة الصعبة. فركزوا وصحصحوا وفوق انت وهي لما اجيبكم من قفاكوا. طيب في الشكل المقابل اللي قدامي بيقول لي النسبة بين سرعتي حركة الجسم عين واحد على عين اتنين بتساوي كام؟ طيب هو عايز السرعة. طيب سرعة مسافة على زمن، ماشي. ايه هجيب له المسافة على الزمن 3 اهي. اجي هنا اهو 3 وتحت كام؟ 1. 3 على 1 بتساوي 3، يبقى ايه 3 على بي. اجي هنا عند اخر نقطة هنا 2 صح على 3 واخد اي نقطة يعني، بس دي النقطة الاوضح ليا. طيب اقول له 2 على 3 فيها 2 على 3 فيها كام؟ فيها 2 على 3. فانا اقول كده 3 على 2 على 3 تساوي كام؟ تساوي 9 على 2. تساوي 9 على 2. يا مستر هي دي مستويات العليا، هي دي اللي فيها افكار وتركات. انت لو حافظ قانونك بتشغل دماغك عرفت تطلع من الرسمه انت حليت السؤال خلاص. طيب نيجي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي استغرقت سياره 3 ثانيه لتصل سرعتها الى 10 امثال سرعتها الابتدائيه، فان السياره تتحرك بعجله قيمتها العدديه نقط سرعتها الابتدائيه. عايز يقارن بين العجله بالسرعه الابتدائيه. طيب انا عندي هنعتبر ان السرعه الابتدائيه كانت بواحد والنهائيه وصلت 10 امثالها، يعني ضربها في 10 يبقى 10. طيب على الزمن 3 ثانيه، يبقى اقول له كده ان ايه 10 ناقص 1 على 3 تطلع لي بكام؟ تطلع لي ب3. طيب يبقى 3 ايه 3 العجله بتاعتي ب3. طيب يبقى هي 3 دي ايه مش 3 امثال سرعتها الابتدائيه اللي هي كانت بواحد؟ اه يا مستر 3 امثال السرعه بتاع ايه بتاعت الابتدائيه. طيب صح كده. طيب انا عملت ايه؟ انا عوضت شلت السرعه الابتدائيه وقال لي ان هي ايه 10 امثالها، فانا قلت ان دي بواحد فدي 10 امثال ضربتها في 10 ب ايه 10. طيب واشتغلت مسألتي عادية جدا وبعد كده جبت العجلة وقلت ان العجلة 3 ب3 يبقى 3 في 1 ب3 يبقى 3 امثال. 3 ايه امثال. طيب نسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة. عجلة منتظمة موجبة فهي اكبر من الواحد. اكبر من الواحد. تمام. في الشكل ليه اكبر من الواحد؟ طيب تعالى اقول لك ليه اكبر من الواحد. لان العين النهائية عشان تطلع موجبة لازم تكون أكبر من العين النهائية، وبالتالي هتطلع أكبر من واحد، هتطلع رقم موجب. تمام. في الشكل المقابل مقدار سرعة الجسم في الفترة بي سي يساوي مقدار لها في الفترة اي بي. طيب اي بي وبي سي مالهم بقى؟ في المسافة. في ايه؟ في المسافة. طيب إذا تحرك الجسم بسرعة ابتدائية مقدارها 5 متر لكل ثانية طبقا للعلاقة ج بتساوي 10 على ز، فإن السرعة النهائية للجسم هي إيه؟ هو اتحرك يا مستر إيه؟ اتحرك بسرعة ابتدائية 5 صح كده؟ طيب طبقا للعلاقة دي. طيب يبقى عين الابتدائية بتساوي 5 وهو اداني إن دلتا عين كلها بتساوي 10. دلتا عين كلها بتساوي 10. يبقى اقول كده ان 15 ناقص 5 بتساوي 10. اه صح. يبقى هي السرعة النهائية كانت بتاعتي بكام؟ ب15. عرفت وفهمت جبتها ازاي؟ طيب تمام. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة فإن المسافة اللي بيقطعها بتتناسب نقط مع الزمن اللازم لقطع هذه المسافة عكسيا يا مستر. لأ طرديا. طيب العجلة عبارة عن مقدار سرعة الجسم في الثانية الواحدة. لا مش مقدار السرعة، مقدار التغير في السرعة. مقدار التغير في السرعة. عندما يتحرك الجسم بعجلة مقدارها 0 فإن سرعته تكون إيه؟ لما الجسم يتحرك بعجلة مقدارها 0 يبقى الجسم فإن سرعته بتكون إيه؟ متغيرة؟ لأ سرعته ثابتة. سرعته إيه؟ ثابتة. طيب
عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته بتكون صفر، لأ بتكون أكبر من الواحد، بتكون سرعته أكبر من الواحد. أكبر من إيه؟ أكبر من الواحد. طيب عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية، هذا يعني أن الجسم يتحرك بعجلة موجبة. لا سوري مش عجلة منتظمة. عجلة ايه؟ عجلة منتظمة. طيب السيارة التي تبدأ حركتها من السكون تتحرك بسرعة، تبدأ حركتها من السكون تتحرك بسرعة منتظمة، لا بعجلة منتظمة. بعجلة ايه؟ منتظمة. طيب تمام. السرعة المنتظمة هي كمية فيزيائية تعبر عن زيادة سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. دي العجلة المنتظمة. عندما يتحرك الجسم بعجلة سالبة فهذا يعني أن سرعته النهائية تساوي سرعته الابتدائية. لا سالبة، يبقى سرعته النهائية أقل من سرعته الابتدائية. طيب تمام، ده علامة صح وغلط. العلاقة البينية بين المسافة والزمن للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور الزمن ثانية واحدة. بيقول لي مسافة وزمن، ادي كده مسافة وزمن ماشي. حركة منتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم كده. حركة منتظمة بسرعة ثابتة، لا يا مستر تمام، يبقى غلط. ماشي. امتى اقول ان السرعة ثابتة؟ اقول يمثلها بخط مستقيم مايل. خط مستقيم مايل يبقى ايه؟ بادئ من الصفر، يبدأ من الصفر. طيب عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة فهذا يعني انه يتحرك بعجلة. لا، طالما بيتحرك بسرعة ثابتة يبقى ما بيتحركش بعجلة. طيب بسرعة غير منتظمة هي دي اللي بيتحرك بعجلة. طيب إذا بدأ الجسم حركته من السكون وبلغت سرعته 10 متر كل ثانية خلال 2 ثانية، يكون التغير في السرعة 20 متر لكل ثانية. التغير في السرعة ده اللي هو إيه؟ اللي هو بدأ من السكون. لا يبقى 10 غلط، ده يبقى 10. التغير ده اللي هو إيه؟ اللي هو الابتدائية ناقص النهائية. طيب أنا عندي النهائية كام؟ 10 ناقص الابتدائية بكام؟ بصفر، لأن بدأ من السكون تبقى ب10. طيب تمام. بيتحرك الجسم بعجلة منتظمة عندما يكون سرعته النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. غلط، هتبقى أكبر من أو أصغر من السرعة الابتدائية. طيب متى تكون القيم التالية مساوية للصفر؟ مقدار العجلة اللي بيتحرك بيها الجسم امتى تساوي صفر؟ لما تكون عين 2 بتساوي عين 1. عين 2 بتساوي عين 1. طيب ودي بتحصل امتى؟ لما بتكون السرعة منتظمة. طيب السرعة الابتدائية لجسم متحرك امتى يساوي صفر؟ لما يبدأ من السكون، يبدأ حركته من السكون. ماشي. السرعة النهائية لجسم متحرك يساوي صفر عندما يضغط السائق على الفرامل. ماشي. وضح بالرسم حركة الجسم بسرعة منتظمة ثم التوقف عن الحركة من العلاقة مسافة وزمن في وزين. ماشي. عايز ايه؟ اول حاجة اتحرك الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة، اتفقنا ان هو بخط مستقيم مايل بيبدأ من نقطة الاصل. ماشي. ثم توقف عن الحركة اهي توقف عن الحركة. طيب اللي بعده بيقول لي جسم بيتحرك بسرعة منتظمة، العلاقة من السرعة والزمن. وعايز بيتحرك بسرعة منتظمة. طيب السرعة المنتظمة هتكون اهي خط مستقيم في الدقيقة 1 هو اتحرك ب5 وهكذا. طيب اللي بعده مثلهم انت وصورهم لي وسيبهم لي في الكومنتات. طيب يلا بينا نخش على اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي علل يعتبر احنا شرحناه واحنا بنشتغل، وما المقصود شرحناه بمعنى ان ده احنا حلناه كله. فين حلناه كله يا مستر؟ في فيديو الشرح. طيب وماذا يحدث؟ تعالى نخش كده على شوية مسائل من المتنوع ده. طيب يلا بينا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يتحرك جسم طبق العلاقة اللي قدامي دي. عايز المسافة اللي بيقطعها خلال 5 ثواني. طيب خلال 5 ثواني يا مستر، تعالى كده خلال 5 ثواني تطلع المسافة كام؟ 25. انا مشيت اهو وجيت اهو 25 صح، يبقى له كده 25 متر. ماشي. الزمن اللي استغرقه الجسم في قطع المسافة 15 متر.
قاطع مسافة 15 متر، المسافة هي 15 اهي، امشي يبقى من الزمن قد ايه؟ 3 ثانية. السرعة اللي بيتحرك بيها الجسم مع ذكر نوعها. السرعة هاخد النقطتين اللي هو ايه اللي هو اداهم لي دول. طيب اقول له كده ان 15 على التلاتة فيها الخمسة. طيب 25 على الخمسة فيها ايه؟ فيها الخمسة، صح كده؟ طيب ايه تاني؟ اقول له كده ان 20 على الاربعة فيها ايه؟ فيها الخمسة. ماشي. 15 على 15 على التلاتة فيها الخمسة. يبقى دي السرعة ايه؟ يبقى السرعة 5 متر كل ثانية، ودي سرعة منتظمة. دي سرعة ايه؟ منتظمة. طيب تمام. نيجي على السؤال اللي بعده. إذا كانت سرعة الجسم عند النقطة س 20 متر كل ثانية، عند س دي بتساوي 20 متر كل ثانية، احسب المسافة المقطوعة عند النقطة ص. طيب واحدة واحدة. أنا الشكل ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن إيه سوري، إن السرعة إيه؟ منتظمة. السرعة منتظمة. طيب السرعة منتظمة، أنا أجيب هنا قال لي إيه؟ قال لي 20 متر كل ثانية. طيب تعالى نجيب المسافة بتاعتها. يبقى ف بتساوي ع في ز. ف بتساوي ع في ز. 20 في 2 بتساوي 40. يبقى ف بتساوي 40. طيب 40 ماشي. تعالى ايه نجيب هنا السرعة منتظمة، صح؟ طب تعالى نجيب السرعة هنا، نحط دي ب20 برضو. طيب يبقى 20 في 40 في 4 بتساوي 80. بتساوي 80. يبقى المسافة عند النقطة ص بتساوي 80 متر. بتساوي عند ص كام؟ 80 متر. تمام. بيقول لي الجدول المقابل بيوضح نتائج تم تسجيلها لجسم يتحرك بسرعة منتظمة. اكمل بيانات الجدول واحسب مقدار العجلة اللي بيتحرك بيها الجسم. ماشي. اكمل وبعد كده ايه اشوف هو الجسم ده بيتحرك بعجلة قد ايه. طيب انا عندي كان 50 متر والسرعة بتاعتي 100. عايز الزمن. يبقى اقول له كده ز بتساوي ف على ع. ف بتساوي ايه؟ ز بتساوي ف على ع. يبقى 50 على 100 الزمن بتاعي ايه؟ بنص. الزمن بتاعي بنص. تمام. اجيب ايه بقى؟ عايز في 2 دي المفروض ان انا اجيب مسافة وسرعة. اجيب مسافة وسرعة. طيب اجيب مسافة وسرعة ازاي يا مستر؟ هو مديني زمن بس وعايز مطلوبين. طب دول انا اعملهم ازاي؟ انت كده مش هعرف اشتغل بالنقطة 2 دي. النقطة 2 دي فيها حاجة ناقصة، فيها حاجة ناقصة. تمام. تمام. تعالوا نجيب العجلة على اللي فوق. تعالوا نجيب العجلة على اللي فوق. يبقى العجلة بتساوي ايه؟ السرعة 100 على الزمن اللي هو بنص. يبقى العجلة بتاعتي بتساوي 200. العجلة بتاعتي بتساوي 200. بتساوي ايه؟ 200. طيب تمام. تعالوا كده اسيب لك كام سؤال تحلهم، وتعالوا نحل احنا اسئلة المستويات العليا. تمام. بيقول الشكل البياني المقابل بيعبر عن حركة الجسمين أ وب. أ وب. ماشي. ما نوع السرعة اللي بيتحرك بيها الجسمين؟ سرعة منتظمة. سرعة منتظمة. احسب النسبة بين سرعة الجسم أ وسرعة الجسم ب. ماشي. احسب مستر النسبة. طيب سرعة الجسم ألف هتطلع بكام؟ هتطلع ب6 متر على التلاتة، تطلع ب2. يبقى ألف ب2 إلى 1 بكام؟ أو ب سوري، ب هتطلع ب60. 6 اللي هتطلع ب1. طيب تمام. يبقى 2 إلى 1. نسبة 2 إلى 1. أسئلة مستويات العليا. أسئلة مستويات العليا هو بيخضك من اسمها. بتلاقي كده في الكتاب أسئلة مستويات عليا، هوبا ايه، انت بقى بتحس ان انت مش عارف تحلها. بس انت لو خدت السؤال، يعني انا بالنسبة لي ان أسئلة مستويات العليا هي بتبقى اسهل من الأسئلة العادية. أسئلة مستويات العليا فيها فكرة بسيطة جدا، انت لو فهمتها انت هتحل السؤال خلاص. طيب تعالى احل لك واحد كمان. اللي بيمثل العلاقة، الشكل اللي قدامي ده بيمثل العلاقة بين المسافة المقطوعة ف والزمن ز لجسمين س وص. لجسمين س وص. احسب النسبة بين المسافة اللي بيقطعها الجسم س إلى المسافة اللي بيقطعها الجسم ص بعد مرور 30 دقيقة. بعد مرور 30 دقيقة من بداية الحركة. بعد مرور 30 دقيقة من بداية الحركة. طيب تمام. هو عايز يحسب النسبة بين المسافة س وص بعد مرور نص دقيقة اللي هي 30 دقيقة اللي هي نص ساعة. سوري، نص ساعة اللي هي المفروض هنا. طيب تعالوا نجيب ايه؟ تعالوا نجيبها خلال ساعة ونقسمها على 2. تعالوا نجيب المسافة خلال ساعة ونقسمها على 2. طيب
انا عندي هنا مشي مسافة 20 خلال ساعة، صح كده؟ يبقى 20 كيلومتر، ايوه 20 على الايه، على واحد عشان اجيب الايه هو عايز المسافة. طيب استنى بس، استنى. هو عايز المسافة صح؟ طيب خلال نص دقيقة يبقى هو مشي قد ايه؟ مشي 10. مشي 10. طيب يبقى س، لا دي صاد بالعشرة. طيب س بكام؟ س خلال نص دقيقة كان ماشي يا مستر 30. كان ماشي ايه؟ 30. يبقى اقول له كده 30. يبقى 3/1. 3/1. طيب تمام. الشكل البياني التالي لثلاث سيارات A و B و C. A و B و C تم تمثيل الحالة الحركية لهم. طيب دي سرعة منتظمة، سرعة ثابتة، أو سوري، دي اللي السرعة بتاعتها ثابتة، دي اللي في حالة سكون، دي في حالة سكون. طيب يبقى سرعة السيارة A بتساوي ايه؟ سرعة السيارة A بتساوي 20. سرعة السيارة B بتساوي انا هقول له ان هي سرعة غير غير منتظمة، سرعة غير منتظمة. طيب C هتساوي ايه؟ هتساوي ناخد اي نقطة 10 على 2 هتساوي فيها 5. طيب تمام. نيجي بعد كده على بيقول لي احسب السرعة النسبية بالنسبة لسرعة المراقب وهكذا، دي سهلة. طيب هسيب لك برضو انت كام سؤال الباقيين دول تحلهم. تعالوا كده ندرس الشكل المقابل. طيب بيقول لي صف حالة الجسم في كل من العلاقات البيانية التالية. هنا مسافة وزمن، هنا مسافة وزمن وخط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده ايه؟ يبقى دي حالة سرعة منتظمة. طيب هنا مسافة والزمن والخط مستقيم بيوازي محور الزمن، يبقى ده حالة سكون. حالة ايه؟ سكون. هنا سرعة ثابتة كان بيتحرك بسرعة منتظمة ثم وقف، سكون. هنا عايز اكمل له انا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان حركة الجسم بسرعة غير منتظمة، بسرعة غير منتظمة يبقى مسافة. هنا حالة جسم ساكن يبقى مسافة. طيب هنا جسم يتحرك بسرعة تساوي صفر، سرعة عجلة تساوي صفر سوري، يبقى دي ايه؟ يبقى دي مسافة. جسم يتحرك بعجلة لا تساوي صفر، يبقى دي ايه؟ العجلة لا تساوي صفر، يبقى دي السرعة بتاعتي. طيب تمام. ومسائل دي كلها احنا هتلاقينا شرحنا زيها. اسئلة مستويات العليا انت فهمت الفكرة بتاعتها ايه والتركاية بتاعتها ايه؟ اي حاجة انت متعرفهاش، اي سؤال يقف قدامك سيبهولي في الكومنتات او ابعتلي على رقم الواتس، هتلاقيني برد عليك وبشرحهولك وبنفصصه سوا. ما تقلقش خالص يا بطل. كده احنا النهاردة خلصنا فرم الاسئله الجزء الدرس التاني سوري. يا رب تكون استفدت ويا رب تكون فهمت، يا رب اكون قدرت افيدك بالكام نقطه والكام الاسئله اللي احنا حلناهم مع بعض. افرم يا بطل باقي الاسئله وحلها. اي سؤال ما تعرفوش ارجع لي فيه في الكومنتات، انا مستنيك. اشوفك على خير الحصه الجايه. ابطال تالتة اعدادي رجالتنا وبناتنا الشاطرين، ذاكر وشد حيلك يا بطل. عايزين نقفل وعايزين نجيب الدرجات النهائيه. استنونا، احنا ماشيين لسه بالراحه واحده واحده، ما تقلقش خالص. منهجك هيخلص مره واثنين وثلاثه وهيتعاد ومراجعات ومعسكر. ما تقلقش انت يا بطل، انت ذاكر بس واحده واحده. وكل اللي فاتك ده وكل الاسئله اللي انا ما حلتهاش دلوقتي هتلاقيها محلوله في المعسكرات وفي المراجعات. ما تقلقش خالص، ذاكر انت واعمل اللي عليك واستنانا في الفيديو الجاي. اشوفك على خير، مع السلامه.